أهلا بيكم في مساحتنا الآمنة اللي عملناها هنا بينا وبين بعض اللي بنربط بيها العقل والقلب والوعي بالروح. النهارده أنا جاية أتكلم عن ال ADHD زي ما انتوا طلبتوا مني، لأنه فعلا مفيش مصادر باللغة العربية كتير بتشرحه بشكل كويس. بس يعني بما إني هشرح ال ADHD فده يعني وقت كويس إن أنا أعمل ستوري تيلينج يعرف الناس أنا مين، لان انا متشخصه ADHD. اوكي. ناس كتير بتكتب لي يا دكتوره، وناس بتكتب لي يا كوتش، برغم ان هو مكتوب في الديسكريبشن انا مين او كده، ولكن بحس ان بيبقى فيه شويه لخبطه، فقلت يمكن اقولها في الفيديو. انا مين؟ انا دكتوره نفسيه. اوكي. متخرجه من كليه الطب، ومعايا شهاده من جامعه عين شمس، ولكن عمري ما كنت دكتورة تقليدية. يعني حتى لما كنت طبيبة نفسية ما كنتش أبدا بكتفي بكتابة الأدوية. أنا درست في أول سنين عمري سايكوثيرابي، مدارس مختلفة. أنا شوية بوك وورم، فبلاقي أي كورس في أي حتة بروح أحضر وبروح أتعلم وبطبق وبسأل الناس الأكبر مني وبذاكر وكده. فأنا عندي خبرة في الدي بي تي والسي بي تي والسايكو دايناميك وكل يمكن اللي يخطر على بالكم، التروما فوكس ثيرابي، الانتربيرسونال ثيرابي، كل حاجه. فانا من البدايه ما كنتش مقتنعه قوي ان البني ادم يختزل في دواء فقط، الا طبعا الحالات اللي هي بنسميها الحالات الذهنيه، اللي هي بيبقى عندهم مثلا انفصام باي بولر. دول لازم نكتب لهم دواء، ودول ما بيجوش العياده، مش المفروض ان هم يتابعوا قوي في العياده، دول بيتابعوا في المستشفى، وانا شغلي عيادي من الاول. يعني ده كان الحاجه اللي انا بحب فيها، بحب ان انا اعملها، لان انا مهتمه جدا بالنفس البشريه. لم اكتفي ان انا يعني انفصل شويه عن ما اشبهش قوي زمايلي الدكاتره في حته ان انا ما بكتبش ادويه كتير وبعمل سايكوثيرابي اكتر، ولكن كمان مؤخرا بقيت يوجا تيتشر، لاني حبيت اليوجا وحبيت اليوجا عباره عن علم على فكره، وكثير من ما توصل له اليوجا اثبته العلم فيما بعد. ايه نوع العلم اللي بيثبت الحاجات بتاعت اليوجا؟ النيورو ساينس، وحاجات كتيره جدا اللي هو علم الاعصاب، وحاجات كتيرة جدا اليوجا بتقولها هي ابتدينا نستلفها منها ونحطها في علوم تانية، يعني في العلاج النفسي يعني. نرجع لحتة ال ADHD. أنا متشخصة ADHD، وطبعا طول الوقت أكيد قبل ما بنبقى دكاترة يعني لازم، لو هنشتغل سايكوثيرابي بالذات لازم احنا كمان بنتعالج. فجربت علاج نفسي يعني مكثف، ويمكن ما كانش حد منتبه ان انا عندي ADHD. ال ADHD ده تم تشخيصه متأخر قوي، جايز اتشخصت بيه من 5 6 سنين بس. اوكي. لكن يعني الموقع اللي انا كنت فيه كان مخليني اقدر اشوف عيوب الحاجات اللي بتحصل، يعني عيوب العلم النفس بس. واكتشفت ان انا الاعراض بتاعه الاي دي اتش دي واللخبطه اللي كانت في حياتي بسببه خفت جامد جدا لما ابتديت اعمل يوجا، لما ابتديت ادخل المبادئ بتاعه المديتيشن والمايندفولنس والتواصل مع الجسم وكل ده. ايه هو الاي دي اتش دي؟ هو اضطراب اسمه فرط الحركه وتشتت الانتباه. هو من ضمن مجموعه من الامراض التانية اللي انا مش بحب اعتبرها امراض، لان في مدارس بتباك مي اب في ده، ان ده مش مرض، هو مجرد اختلاف عصبي. بنسميهم نيورو دايفرجنز. النيورو دايفرجنز دول اللي هم الاختلاف العصبي، دول بيندرج تحتهم التوحد والاي دي اتش دي اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه، وكمان امراض تانية زي عسر القراءه زي الديسلكسيا وغيرها. دول كلهم ما عدناش احنا بنعتبرهم في العلم قوي ان هم مرض، ولكن بقينا بنعتبرهم اختلاف لان هم ملهمش علاج، ما لهمش علاج قطعي. عامة معظم الحاجات النفسية ملهاش علاج قطعي، هي لها كيفية تعايش، لها تشافي، لكن مش بتبقى لها علاج قطعي، مش زي فروع الطب التانية. يعني مثلا حد زي عنده زايدة بنشيل الزايدة وبنخلص الموضوع، لا. الطب النفسي عامة بتبقى الحاجات فيها أكتر تشافي. نيجي بقى لموضوع الاي دي اتش دي والاوتيزم، لا هو كمان التشافي مش موجود. ده هو احنا الفكره ان ده الدماغ مختلفه تماما عن بقيه ال الناس، وعددنا مش قليل، عددنا يمكن 5 او 10% من الناس. احنا دماغنا مختلفه تماما عن معظم البشر. معظم البشر بنسميهم نيورو تيبيكال، اللي هو يعني الجهاز العصبي بتاعه تيبيكال، نمطي. دول بقى النيورو اتيبيكال او نيورو دايفرجنز، هو الجهاز العصبي بتاعهم ودماغهم مختلفه شويه.
الADHD والdyslexia والautism دول مُثبت علميًا إن هُم جينيًا، هُم بييجوا بالوراثة أو مش لازم وراثة، مش لازم يكون الأهل عندهم ده، ولكن السبب الرئيسي فيه جين، والبيئة بقى هي اللي تتحكم في شدة الأعراض، وتتحكم في النتائج المترتبة على وجود الADHD في الطفل أو في البالغ. الADHD هُم 3 أنواع، هو يا إما إنه ييجي بفرط حركة بس، يا إما ييجي بتشتت انتباه بس، يا إما ييجي الاتنين مع بعض combined. الADHD عمره ما بيتشخّص في شخص كبير كده، يعني هو لازم يكون موجود في الشخص من وهو صغير، من قبل سِن 12 سَنة بيبقى موجود، لكن للأسف إحنا ما كانش عندنا يعني لو حد في سِنّي في التلاتينات يعني عمره ما يعني وهو صغير ما كانش الثقافة بتاعة الطب النفسي والكلام ده موجودة، وخصوصًا لو أنتِ بنت برضه مش هيتم تشخيصِك، ليه؟ لإن إحنا بييجي لنا أنا عمري ما كنت شقية، أنا مش طفلة شقية خالص، أنا كنت طفلة شوية حركة جوّه دماغي، وشوية عندي مشكلة في الانتباه، عندي مشكلة في إن أنا يعني مثلًا كنت يعني كان حوادث متكررة وأنا صغيرة، إن ماما تلبّسني الحلق أضيّع فردة وأطلع بالتانية، ماما تدّيني مثلًا حاجة أوقّعها. دايمًا كنت بانسى الكتب في المدرسة، دايمًا كنت بانسى الكراسات في البيت وأنا رايحة المدرسة، ده كان بشكل متكرر أنا فاكراه، لإن طبعًا كان المدرسين بيزعقوا وكانت ماما كمان بتزعق أوكي، آمم، اللي أثبت لي أكتر إن أنا ADHD إن تشخيصه فيّا أنا كمان صعب، لإن أنا أولًا الADHD الستات وغيرنا إحنا بنعمل حاجة اسمها masking بنعرف أوي نداري العيوب دي، لإن إحنا طبعًا بيتزعق لنا كتير وإحنا صغيرين، فبنحاول إن إحنا نعوّض بقى ونركّز زيادة عن اللزوم، ونحاول إن إحنا نوضّح إن إحنا تمام، وإن إحنا ما فيناش مشكلة وكده. actually اللي شخّصني في فترة من الفترات كان زوجي، لإن هو كان عايش معايا وطبيب نفسي، فهو شخّصني، يعني لإن هو عايش معايا، يعني أنتم متخيّلين قد إيه الموضوع كان فيه mask عندي، لدرجة إنه حتى الدكاترة العادية ما كانتش عارفة تشخّصني يعني. يعني مش واخدة بالها إنها تشخّصني، وبعد كده بقى دكتور آخر أثبت الكلام، وحصل إنه وأنا صغيرة إحنا كنا في بلد برّه مصر، وبعدين كان بيعملوا cards كده في المدرسة إنه المُدرسة تدّي feedback عن الطفل، فاللي أنا قريته إنه كانت المُدرسة كاتبة أنا وريهام we have our ups and our downs she's not always consistent يعني هي أنا وريهام عندنا لحظات حلوة ولحظات وحشة، وهي مش دايمًا بتبقى كل يوم شبه التاني، يعني وتفاصيل في الكارت خلّتني أنتبه إن ده عندي فعلًا من وأنا صغيرة فمليون في المِيّة أنا عندي ده، عندي ADHD. الك ال ال كمان الأح ال 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 يعني الحاجات الحديثة دلوقتي، الأبحاث الحديثة بتقول إنه دايمًا بييجوا مع بعض الADHD والتوحُّد. يعني نسبة 38.5% من المصابين بالتوحُّد بيبقى عندهم ADHD وبيقولوا إن النسبة دي برضه مش دقيقة أوي، دي تبع الدراسة اللي عملوها وقتها، ولكن النسبة أعلى بكتير. وبالنسبة للADHD بيبقى عنده طيف توحُّد برضه. طيف التوحُّد ده بييجي في إيه؟ يعني مش لازم أنتم لو حد فاهم شوية يعني إيه توحُّد، طبعًا أنا مش هاشرح توحُّد النهارده، أنا هاشرح ADHD ولكن لازم نتكلم عن الحاجات اللي حواليه. التوحُّد يعني بيبقى شخص عنده بيكرّر أنماط معيّنة من الحاجات، ممكن يكرّر كلام، يكرّر حركات، ممكن يكرّر حاجات معيّنة، بيبقى عنده مشكلة شوية في الsocial skills بيبقى عنده مشكلة في الارتباط بالناس، وإن هو يقول الكلام الصح في الوقت الصح والكلام ده. بيبقى عنده مشكلة في التعبير، ومشكلة كمان يعني يبان قدّام الناس إن هو ما عندوش شعور، بس ده مش لازم يبقى حقيقي، لإن إحنا مش داخلين جوّه دماغه عشان نعرف هو عنده تعاطف والّا لأ، هو اللي يبان كإنه هو مش حاسس بحاجة، وبيبقى عندهم صدق زيادة عن اللزوم، منفّر شوية، وبيبقوا يعني شوية ناس غريبة. طبعًا ده الأوتيزم فيه والأوتيزم له أنواع كتير، ده الأوتيزم فيه أبهى صوره، يعني اللي هو totally autistic، لكن في حاجة اسمها طيف في أي تشخيص. الناس اللي بقى عندها ADHD بقى عندهم طيف توحُّد في إيه، بيبقى عندنا حساسية زيادة أوي للحاجات الحسية، يعني الأصوات، الأضواء، يعني مثلًا أنا واحدة من الناس مش باستحمل خالص إن حد مثلًا يمضغ حاجة جنبي، أنا عارفة إن دي حاجة common وعند ناس كتير، بس هي لو عندك مش معناه إن أنت عندك توحُّد ولا معناه إن أنت عندك ADHD، أنا باتكلم على سبيل المثال.
عندي شوية حساسية مع اللمس، مع ال الtexture بتاع معلش يا جماعة اعذروني في موضوع الEnglish ده، إن إحنا بندرس بالEnglish و ولمّا يبقى في ناس عايشة فترات برّه مصر برضه بيكون يعني العربي بتاعه شوية ضعيف. إن الملمس الأقمشة والكلام ده عندي فيه مشكلة، يعني مش أي قماشة أعرف ألبسها، مش بسهولة ممكن يعني جسمي على طول حساس، باعمل حساسية شديدة و و وأنا ما بابقاش مرتاحة. آمم، الأضواء مش لطيفة معايا، السمع، يعني مثلًا لو صوت عالي، أنا من وأنا صغيرة ما اقدرش أحضر أفراح، يعني حد يحضّرني أفراح يعني بيعذّبني، يموّتني. كنت طول عمري وأنا صغيرة أقول لهم أنا ما باحبش الزفة، ومش عشان أنا ما باحبش الزفة، عشان أنا مش باستحمل صوت الطبلة بالطريقة دي. فكلنا اللي عندنا ADHD بيبقى عندنا طيف توحُّد، بيبقى عندنا من الكلام ده. الأغلاط بقى أو الmisconceptions عن الADHD، إن الADHD ده شخص مثلًا طفل مثلًا الشقي ده قليل الأدب ما اترباش، الموضوع ما لوش علاقة بالتربية، ولو مامته مهما عملت له disciplines هو مش يعني حاولت تربيه بقى وتعاقب وكده، هو مش هيتغيّر، هيفضل برضه شقي. من conceptions برضه إن هو لازم ييجي بحركة، لازم الناس تبقى بتتحرك جامد، لأ هو في نوع منه بييجي بس بتشتت انتباه، ما لوش دعوة بالحركة أوي. كمان الmisconception بتاعه إن هو بييجي في الأطفال بس، لأ هو لمّا بيبتدي في الأطفال بيكمّل في الكبار وبيبقى بنسميه ساعتها ADD. تمام. طب في الكبار بيبقى مختلف شوية عن الصغيرين، يعني الصغيرين بيبقى حاجات زي شبه اللي أنا حكيتها عن نفسي، إن أنا أسقّط حاجات وأوقّع حاجات وأبقى مش باحب أحضر حاجات وبيبقى عندي مشكلة مع الأقمشة المعيّنة، عندي مشكلة مع أصوات المضغ والكلام ده. ده طبعًا الحتّة اللي فيها توحُّد فيه، لكن هو المفروض إنه inattentive، يعني إن هو ما باقدرش أركّز في حاجة فترة طويلة. وبرضه من الأغلاط إنه الناس بتقول إنه الناس اللي عندها فرط حركة وتشتُّت انتباه دول ناس مشتتين الانتباه طول الوقت، ده مش حقيقي. بالعكس إحنا عندنا حاجة اسمها hyper focusing، يعني إحنا بنركّز في الحاجة زيادة عن اللزوم لمّا يعني زي ما أنا باعمل فيديو معاكم دلوقتي، أنا مركّزة جدًا وأنا باعمل الفيديو. ويمكن عشان كده اليوتيوب بالنسبة لي أفضل بكتير، لإن أنا كنت باعمل lives قبل كده على فيسبوك وعلى إنستجرام كُلّه. اليوتيوب أفضل بالنسبة لي بكتير، لإن مش بيطلع لي وأنا باعمل الفيديو مش بيطلع لي comments. الcomments دي لو أنا باعمل live الناس هتلاحظ إن أنا بافصل وباطلب منهم أصلًا please لو سمحتوا ما تكتبوش comments إلا لمّا أخلّص النقطة اللي أنا باتكلم فيها. فاليوتيوب بالنسبة لي مثالي جدًا، لإنه ده يعني أنا بارُد عليكم براحتي بعد ما upload الفيديو. فزي ما قُلنا هو مش قلة أدب، ما فيش نوع من التربية والتعنيف اللي هتعمله مع ابنك هيخلّيه مش ADHD. أوكي. إن هو جيني أكتر من إن هو بيئي، مع إن البيئة بيبقى لها تأثير على شدة الأعراض. وإن هو مش دايمًا بييجي بفرط حركة، إنه ممكن كمان ييجي بتشتُّت انتباه، وإن مش إحنا طول الوقت بنبقى مشتتين، لأ إحنا أحيانًا بنبقى مركّزين زيادة عن اللزوم. أوكي. والغلطة كمان إن إحنا بنعتبره مرض، هو مش مرض، هو اختلاف. أوكي. طيب إيه اللي بيحوّله لحاجة تعتبر مرضية؟ إنه ال اللي إحنا فيه بقى، المجتمع اللي إحنا فيه مش مُهيأ. يعني الطفل بقى عنده ADHD، لو أمه ما هياش عارفة إن هو عنده ADHD هي بتضربه طول اليوم، لإن هو بيجيب لها مشاكل. المُدرِّس بيبقى كارهه مش طايقه. أوكي. لإن هو طول الوقت شقي وبيعمل أصوات، أو إن هو مش مركّز أو تمام. أحيانًا الأطفال اللي عندها ADHD بيبقى عندهم قدرة على استيعاب المعلومة بشكل مختلف، يعني هُم بيبقى عندهم قدرة على استيعاب المعلومة بشكل حسي جسماني أكتر من إنه بشكل عقلي. دي حتّة غريبة شوية بس عايزاكم تركّزوا معايا فيها. إنه أنا باحس إن أنا عقلي ما بينساش ولا حاجة باقراها ولا حاجة باسمعها، لكن هو عنده مشكلة في استرجاعها في الوقت المناسب. يعني معنى إيه؟ لو أنا مثلًا مذاكرة، يعني مثلًا أنا بالنسبة لي كلية الطب كانت تعذيب، بس يعني لو أنا مذاكرة حاجة وبعدين جات لي حالة، الحالة دي تستدعي الحاجة اللي أنا ذاكرتها من 20 سنة، دماغي هتفتكرها، لإن اتحطت في موقف حسي يستدعي ده. لكن نيجي بقى لمّا تقولوا له حطها في امتحان، بيبقى في صعوبة جامدة جدًا، مهما كان مذاكر ومراجع هيلخبط وهيغلط. فدماغهم مختلفة. فطول الوقت بيتطلب منهم إن هم يعملوا مجهود أزيد بكتير من الناس العادية، عشان يواكبوا نظام التعليم، مش عشان هم
فشلة. فتخيل لو طفل طول الوقت بيتقال له انت قليل ادب وبيتضرب وبيتقال له في المدرسه انت فاشل، الطفل ده نفسيته تطلع عامله ازاي؟ السيلف استيم بيطلع بتاعه عامل ازاي؟ هو ده اللي بيخلي فيه مشكله. عشان كده لما بيجي لي حد عنده اي دي اتش دي، انا مش بحاول اعالج له الاي دي اتش دي، لان ما فيش حاجه اسمها كده. انا بحاول ان انا اشيل من عليه طبقات الرخامه وقله الادب اللي حصلت له طول حياته بسبب جهل الناس اللي حواليه، وبسبب انه الكون مش مهيأ له. اوكي. ولسه للاسف احنا ما عندناش لغايه دلوقتي اسلوب او طريقه مثلا في الشركات او في اي او في مجالات العمل تقدر تخلّينا نستوعب الناس اللي عندها ADHD. مثلًا المفروض إن هم يتحطّوا في قاعات، مثلًا لو طالب في قاعات امتحانات تبقى مجهّزة له، ما يبقاش فيها تشتُّت، ما يبقاش فيها صوت، المفروض ياخد وقت أزيد في الامتحان، ده طبعًا ما بيحصلش. المفروض يت ي ي الامتحانات تبقى designed إن هي تختبره بشكل مختلف عن الناس الneurotypical، طبعًا ده في الأحلام، الكلام ده ما بيحصلش. بيحصل شوية منّه في الدول المتقدّمة، لكن طبعًا في مصر ما فيش أي حاجة من دي الحمد لله. الcorporates مثلًا المفروض إنه تبقى الrules بتاعتها لو الشخص ده متشخّص ADHD تبقى يعني تبقى أكثر مرونة مع الشخص ده، المفروض ياخد أجازات أكتر شوية من الناس التانيين، لإن إحنا بنتعب جدًا، لإن إحنا عندنا زي ما قُلنا الحواس بتاعتنا، إحنا بنسمع أكتر، بنحس أكتر، بنشم أكتر، فما نقدرش إن إحنا نستحمل الزحمة، وما نقدرش نستحمل إن إحنا نبقى موجودين في وسط الناس زي الناس العادية، فالمفروض يبقى لنا أجازات أكتر. أوكي. طبعًا ده كلّه ما بيحصلش، فلمّا بييجي لي حد عنده ADHD، لإن أنا فاهمة، دارسة، وفي نفس الوقت عندي الإعراض، وفي نفس الوقت مُطّلعة على علوم تانية مش بس علم النفس اللي ممكن توصّلني لعلاج كويس، باحاول إن أنا أخلّيه الأول يتقبّل نفسه، يفهم الدنيا فيها إيه علشان يعرف يتعامل. لو الشخص طلع عنده كل الكلام ده، في مضاعفات بقى، الADHD ممكن يحصل له مضاعفات، ممكن لو ما اتعالجش يحصل bipolar، يحصل له اكتئاب ثنائي القطب، لو ما اتعالجش يحصل اكتئاب، لو ما اتعالجش يحصل قلق. معظم الناس اللي بتيجي شكوتها الأساسية قلق، بنكتشف بعد شوية إن هو ممكن يبقى neurodivergent. طبعًا بيبقى عامل مشكلة كبيرة جدًا في العلاقات، لإنه الADHD بيبقى عنده نوع من الاندفاعية، وبيبقى برضه زي ما قُلنا إن هو بيعمل ماسك للي هو بيحسه طول الوقت، فبيبقى عُرضة بقى للشخصيات الجميلة زي النرجسيين والكلام ده. فهو البلاوي اللي بتحصل له زي ما نقول إن هي زي عرض جانبي لاختلافه، هي دي اللي بتخلّيه محتاج يتعالج، مش الاختلاف ذات نفسه. الاختلاف ذات نفسه مش ما فيهوش مشكلة. طب إيه مزايا إن حد يبقى عنده ADHD؟ إحنا بنحس بعمق جدًا، عشان كده مثلًا أنا شخص بيقدر يشوف details أكتر من الناس العادية، فده بيخلّيني معالجة شاطرة، بيخلّيني معالجة ممتازة، على طبعًا كلام الناس ليّا، أوكي، كلام الناس من 12 سنة اللي عدّوا، لإني باقدر ألقط حاجات دقيقة جدًا ممكن غيري ما يعرفش يلقطها، فإحنا بنحس أوي، بنلقط تفاصيل كتيرة أوي، مبدعين. فأنا مثلًا لو حد بيستشيرني في مشكلة، بيبقى دايمًا عندي حلول إبداعية برّه الصندوق، إحنا أساتذة في اللي برّه الصندوق. إحنا عندنا بالفطرة حِس فطري، وفي أبحاث كتيرة جدًا بتlink الADHD والautism للإبداعات. وكمان مثلًا الناس طبعًا يعني الADHD قُلنا بيبقى عنده طيف توحُّد، فبيبقى عندنا طريقة زي عين ثاقبة كده إن إحنا نلقط الحاجات المتكررة. فأنا لو جاي لي مثلًا شخص بيستشيرني في حاجة، أنا أقدر ألقط إن هو بيكرر حاجة هو مش لاقطها، فده يوصّلنا لتشخيص أو يوصّلنا لmethod علاجية. أوكي. آمم، فنقطة الإبداع دي نقطة مهمة أوي، إحنا بنقدر نخ ن ن نفكّر بطريقة مختلفة، نقدر نبقى نعمل يعني مثلًا لو واحد ADHD في شركة يقدر ينقلها من حتّة لحتّة، لو واحد مثلًا زيي معالج يقدر يكون معالج متميز لإنه مختلف، لإنه بيشوف بشكل أعمق. فهو الدنيا مش كلّها عيوب، هي فيها ميزات، ولكن بنبقى محتاجين نعرف إزاي نتعامل معاها. يعني أول حاجة إن الشخص الADHD، يعني مثلًا أنا يعني ما باقدرش أشتغل شغل غير حُر، لازم أشتغل شغلي أنا اللي أديره، لإن ما فيش حد هيفهم دماغي دي، وده شيء اتوصلت له بعد سنين. يعني لأ، في الأول طبعًا كنت في مستشفيات، وكنت في دكاترة مع عيادات مع دكاترة أكبر منّي، وكان بيحصل لي احتراق طول الوقت، لإن أنا كمان شخص اتعلم من وهو صغير إزاي يكبت كل حاجة، اتعلمت إزاي أبقى أقول الكلمة الصح، أستحمل لو حد عايز يقعد يعني يحكي لي حاجة فترة طويلة، ما أعملش اعتراض عشان بيتضايقوا، عشان أنا لمّا باقول تعبانة هُم بيبقوا فاكرين إن أنا مغرورة، فبيبقى عندي كمية من الماسكات، خدت عُمر علشان أقعد أشيل ماسك، ماسك، ماسك وأقرّب لنفسي.
من السايد افكتس ان انا عندي ADHD مثلا، ان انا دلوقتي الناس مش فاهمه انا بعمل ايه، هو ايه كوتش ودكتوره وبتاع، فدي محتاجه اقبلها ان انا طريقي في الدنيا مختلف، طريقي في الدنيا هو بتاعي انا، وانه الناس اللي هتقدر تفهم الاختلاف ده هم اللي هيقدروا يشتغلوا معايا، اللي مش هيقدر يفهم الاختلاف ده خلاص. فدي بتبقى محتاجه انه الشخص ده يبقى عنده شجاعه، شجاعه ان هو يختار انه يبقى مختلف، ويختار ان هو عادي الناس ما تفهمش، الناس تديله حتى تعليقات سلبيه، وهو يبقى يعني إلى حدٍ ما قابل ده. برضه في حاجات مثلًا أنا كنت باعملها ما بابقاش فاهمة أنا باعملها ليه، زي إن أنا مثلًا دايمًا باقفل الكومنتات على الفيسبوك، مع إن عندي رغبة حقيقية في التواصل مع الناس وعايزة أعرف هُم محتاجين إيه، وبالنسبة لي الفيديوهات اللي باعملها دي حاجة إبداعية وكده، بس ما بابقاش عارفة أتواصل معاهم، لإن أنا ما باقدرش ما أردش على شخص. دي مشكلة عند الناس اللي عندهم ADHD، هي ظاهرة علمية، إن إحنا ما فيش حاجة اسمها فايل يتفتح ما يتقفلش، يعني لو سِبت comment ما رديتش عليه ده معناه task ما خلصش يأثّر على تركيزي بعد كده، فبيبقى في measurements لازم نعملها أو حاجات لازم نعملها عشان نقلل شوية الشحنة الطاقية اللي إحنا بنعيش فيها، منها قفل الكومنتات أو إن أنا أحددها بس في application واحد علشان ما أفضلش طول النهار قاعدة على ال على الapplication ده بارُد على الكومنتات وما أعملش حاجات تانية، بنحتاج نتعلم نتوازن. مهم جدًا بقى حتّة اليوجا دي في العلاج الADHD، اليوجا مُثبت علميًا إن هي بتزوّد الروابط العصبية ما بين الجهاز الحشوي والprefrontal cortex، الprefrontal cortex ده اللي هو مسؤول عن التركيز والكلام ده، فأنا لمّا ابتديت أمارس يوجا بشكل منتظم ده هدّى القلق، هدّى الفوران اللي بيبقى في دماغي، أنا الحمد لله ما عنديش أوي اللي هي مشاكل بتاعة، يعني خطّيت مشاكل كتير، لكن كنت محتاجة إن أنا أمانج قلقي، أمانج تفكير كتير، أمانج حياتي، إن أنا حتى آخد شجاعة إن أنا أقول هو ده أنا يا جماعة، يعني إذا مش عاجبكم it's okay، ده بيبقى محتاج مجهود، لإن إحنا اتعلمنا طول حياتنا إن إحنا لازم نبقى شبه الناس وإلا بنتهاجم وبيتعصبوا علينا والحاجات دي. آآ فاليوجا كانت مهمة جدًا في التعليم بتاع اليوجا كلّها، لإن اليوجا زي ما قُلت علم، هي اليوجا بتتكلم في إزاي تتصل بجسمك، إزاي تاكل إزاي، إزاي تنظّم علاقاتك، اليوجا علم كبير أوي، فكانت إضافة رهيبة لعلم النفس اللي أنا عارفاه، إضافة رهيبة لعلم الأدوية اللي أنا دارساه، يعني بقيت فاهمة على أعماق كتيرة جدًا، ده غير إن أنا برضه قارئة ناهمة في علم الأعصاب يعني. فمع الوقت الADHD قبولي له هو اللي خلّاني دلوقتي أطلع أقول الكلام ده، هو اللي خلّاني أتجرأ أعمل فيديوهات على اليوتيوب، إن أنا أفهم إن أنا mostly أنا teacher أكتر من إني healer، وإن أنا healer أكتر من إني معالجة نفسية، وإن أنا معالجة نفسية أكتر من إني دكتورة، دي طبقات بقى فيّا كانت بتتفك واحدة، واحدة، عشان أفهم نفسي أكتر. عامةً لو عجبك الفيديو please subscribe للقناة، share. آمم، لو حابب تعمل معايا session one on one، لو أنت حاسس إن أنت عندك الأعراض دي، هاسيب لك النمرة في الdescription down below، وشكرًا لمتابعتكم، ويا ريت تكتبوا لي كومنتات، ويا ريت تشيّروا الفيديو لو عجبكم.